هذا الراجل اللي كتشوف قدامك هو طبيب بريطاني، وقرر يدير واحد التجربة مجنونة، وهي انه لمدة شهر كامل ما غياكل حتى شي حاجة من غير الوجبات السريعة. يعني شهر كامل غيبقى ياكل غير البرجر والبيتزا والدجاج المقلي وداك الشي كامل الاخر. ودار هاد التجربة باش يشوف تأثير هاد الماكلة اللي بين قوسين غير صحية والتغيرات والاعراض اللي غتبان عليه، وباش يشوف واش بصح داكشي اللي كاين في كتب الطب صحيح ولا كان كينصح المرضى ديالو باش يبعدوا على بحال هاد الماكلة غير على الخاوي. المهم بدات التجربه اللي كما قلنا غتكون لمده شهر، وفي السيمانه الاولى بدا كيحس بانه حاجته للسكريات بدات كتزيد، وبدا كيتشهى الحلاوه بزاف، وزيد عليها انه بدا كيحس بالعيا دغيا وديما فيه النعاس. وفي السيمانه الثانيه لاحظ انه ولا كيدوز وقت طويل في الحمام لانه ولا كيلقى صعوبه في عمليه الاخراج، عكس الاول اللي كان الامر كيتم بسهوله وانتظام. وموراها لاحظ باللي النعاس ديالو ولا مخربق، في بعض المرات كانت كتضربو الفيقه في الربعه ديال الصباح، لحقاش يا اما كرشو عامره بزاف او فيه الجوع. المهم هادو كانوا غير الاعراض اللي هو لاحظهم في راسو، اما النتائج الحقيقيه فكانت بعد ما سال الشهر ديال التجربه ومشى عند واحد الطبيبه مختصه، وهنا فين كانت النتائج كارثيه. اول حاجه الوزن قبل وبعد التجربه تزاد ب6 كيلو، والاغلبيه ديال هذا الوزن بطبيعه الحال غير دهون، وهذا الشيء اللي اثر على الشكل والمظهر الخارجي ديالو بشكل ملحوظ. وفاش داروا له دراسات على مراكز الاتصال العصبي اللي كاينين في المخ، لقاو باللي تشكلات مراكز اتصال جديده، وهاد مراكز الاتصال الجديده هي اللي كتخليه ديما باغي ياكل. يعني الماكله كتولي بالنسبه للدماغ عاده اكثر ما هي احتياج، وهذا الشيء نفسه بالضبط اللي كيوقع مع شي واحد مبلي بالكارو او اي ادمان اخر. وهذا الشيء معناه انه فعلا ممكن نوليو مدمنين على الاكل السريع، لحقاش كما قلنا مخك لا اراديا كتلقاه كيوجهك باش تاكل هاد الماكله كما هو تعود. وهذا الشيء كامل اللي شفنا في هاد التجربه وقع مع الطبيب في مدة شهر واحد، فما بالك بزاف د الناس اللي تقدر حتى انت ولا انا نكونوا واحد منهم، الناس اللي كيتبعوا نظام غذائي غير صحي. تخيل معايا دابا الدماغ ديالنا كي غيكون داير، وبلا ما نهضروا على الاضرار والامراض الخطيره اللي ممكن يتسبب بها نظام غذائي غير صحي، بحال مرض السكري او الضغط او حتى زياده الكوليسترول في الدم، واللي من الممكن يتسبب بجلطات في القلب او المخ. داكشي علاش حاول ما امكن تقلل من الاكل السريع وحاول تبعد منه ولو بشكل تدريجي.